على عهدة مرتضى منصور مفاجأة سعيدة لجمهور نادي الزمالك بشأن أحمد فتوح. مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المعزول أعلن رسميا عن تجديد تعاقد اللاعب أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك. مرتضى منصور وخلال تصريحاته الأخيرة والكلام على عهدته الشخصية أكد أنه تم تجديد التعاقد مع أحمد فتوح، مؤكدا أن إدارة الزمالك اتفقت مع اللاعب وكان برفقة خاله، وذلك على مبلغ التجديد والذي سيجدد به مع القلعة البيضاء. مرتضى منصور وخلال هذه التصريحات أكد وشدد على الانتهاء من تجديد تعاقد أحمد فتوح، مؤكدا أن النية موجودة لدى الإدارة لتجديد التعاقد مع باقي اللاعبين. وأشار مرتضى منصور إلى رغبة إدارة الزمالك في التجديد لحارس مرمى الزمالك محمد صبحي أيضا، مؤكدا أن مجلس الإدارة يعمل من أجل النادي. وأوضح أن الفترة القديمة سيوجد فيها اختلاف عن الفترة الماضية، وسنجدد كل عقود اللاعبين المقاربة على الانتهاء.